ازيكم؟ قصتنا النهارده حصلت في محافظة البحيرة، لكن أبطالها من محافظة أسيوط. الأسرة كانت مكونة من 4 أولاد و3 بنات وباباهم. والدهم كان عنده أراضي زراعية بمساحات كبيرة، كان حالته المادية هو وأولاده كويسة جدا، ميسور الحال، وكان ليه تجارته الكبيرة في تجارة المواشي والأغنام. كان بيتنقل في الأسواق المواشي بالمحافظات المجاورة ليه، كان ليه اسمه وسمعته بين التجار الكبار. أولاده كلهم كانوا مطيعين ليه وبيحبوه جدا، كانوا شايلين الشغل معاه وكانوا بارين بيه جدا، وكانوا شايلينه بمعنى الكلمة، لعند ما ظهرت في حياتهم بنت قلبت الحياة رأسا على عقب، وحولت حياتهم لمشاكل وخلافات وتهديدات وصلت للقتل. أول أولاد اتعرف على راجل فلاح بسيط في نفس القرية، كان يوميا بيروح يسهر عنده، واشتروا له 3 أبقار بنظام الشراكة. ده نظام كان منتشر في الأرياف، والفلاح ده كان ليه بنت عمرها 22 سنة. عجبت الراجل ده جدا وبدأ يتعلق بيها، لمح لأبوها بالكلام إنه عايز يتجوزها، لكن أبوها رفض وقال له أنت متجوز ومعاك رجالة كبار، وما ينفعش نتكلم في الموضوع ده نهائي، دي من دور اولادك والموضوع مرفوض بالنسبه لي. الراجل ما اقتنعش بكلام الفلاح وبدا يتقرب للبنت نفسها، واللي كانت مرحبه جدا بالفكره طبعا، ما هو راجل معروف وتاجر كبير وليه اسمه وسمعته في البلد. قالت في بالها ان ده هيحقق لي كل احلامي وهيعيشني عيشه ما كنتش احلم بيها، فقال لها عليكي مهمه اقناع ابوكي بجوازنا، ولو وافق هخطبك رسمي ونحدد موعد الفرح. بالفعل البنت قدرت تقنع ابوها وتاثر عليه وتخليه يوافق على الجوازه دي. بلغت التاجر بموافقه ابوها وطلبت منه يجي يتقدم لها رسمي، وبالفعل اتقدم لها وابوها وافق وحددوا ميعاد الخطوبه بعدها باسبوع، والفرح خلال 3 شهور. من هنا بدات المشاكل والخلافات تضرب هدوء سكنه الاسره الصعيديه. الاولاد كلهم واجهوا ابوهم برفضهم للجوازه دي، وقالوا لابوهم لو بتفكر في جواز يبقى المفروض تجوزنا احنا الاول، ما ينفعش انك تتجوز في السن ده وبنت اصغر من ولادك كمان. رفض انه يسمع كلامهم طبعا بشكل قاطع، وقال لهم انا ما بعملش حاجه حرام ولا حاجه غلط عشان تعرضوني فيها، ده جواز على سنه الله ورسوله. فهددوه بانهم مش هيسمحوا بالجوازه دي تتم لو وصلت للدم. بالفعل الاولاد راحوا للراجل ابو البنت وهددوه بانه لو استمر في اتمام الجوازه دي مش هيسيبوه، ولو وصلت هيقتلوه هو وبنته. راح لابوهم طبعا وقال له على اللي حصل، قال لهم ده كلام عيال صغيره ما تشغلش دماغك بيه. لكن العيال الصغيره دي كانوا رجاله في تهديدهم، وبداوا في تنفيذ اول مراحل التهديد. اول حاجه عملوها الرجاله بانهم سمموا ال3 بقرات اللي كان ابوهم جايبهم للراجل بنظام الشراكه، وماتوا ال3 بقرات ومنفعش معاهم اي محاوله طبيب بيطري لانقاذهم. وراح الراجل نقطه الشرطه وعمل محضر في ال4 رجاله، وبالفعل تم القبض عليهم وانكروا انهم عملوا كده، لكن ابوهم اعترف عليهم واكد للمباحث والنيابه انهم عملوا كده فعلا عشان ما يتجوزش بنت الراجل، وانهم كمان هددوا الراجل بقتله هو وبنته. تم عمل محضر طبعا لل4 رجاله، وتم عمل قضيه ليهم واتحكم عليهم بالحبس. وهنا بدات اعمامهم في الصعيد يتدخلوا عشان الراجل يتنازل عن المحاضر والقضيه، مع استعدادهم لدفع اي تعويض يطلبه. فابوهم اشترط شراء ال3 بقرات بدل اللي ماتوا، وانهم لما يخرجوا يرجعوا بلدهم في الصعيد، وانهم ما يعرضوش جوازهم من بنت الراجل المزارع. طبعا الاولاد وافقوا على الشروط، وبالفعل تم التنازل عن القضيه وتنفيذ الشروط، والراجل المعلم الكبير اتجوز البنت وخلف منها صبيان وبنات. لكن عند وفاته طلب ولاده ال4 اولاد الرجاله انهم يجوا، ووصاهم طبعا على اخواته البنات، وهم طبعا عملوا بالوصية لعند لما جوزوهم، ودي كانت وصية والدهم في ساعاته الأخيرة، أوصاهم بكده وتوفى. وخلصت قصتنا النهاردة لعند كده.